السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. وصفتنا لنهار اليوم تختولة بذوق البرتقال. كما راكم تشوفوا في الصور راح تجي شكلها بزاف شباب، ومام البنة انا راني نقول لكم بلي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. نمر مباشرة لطريقة التحضير. عندنا هنا 125 غرام مارغرين تكون طرية، عندنا حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة. ندخلوا هذيك البيضة كامل مع الزبدة، نخلطوهم مليح، ونجي نضيفو عليهم كاس الا ربع سكر ناعم. كنت غربلته من قبل باش نتخلص من هذوك الحبيبات اللي يجوا فيه. ندخل كامل هذاك السكر مع الزبدة والحبة تاع البيض، ونجي نضيف عليها لافاني، حوالي ملعقة صغيرة لافاني. نخلط المكونات كامل مليح، ونجي نضيف لها قرصة ملح باش التغطيله تاعنا ما تجيناش صامطه. نجي نضيف الفرينه باش نلم العجينه تاعي، ونضيف لها مغرفه صغيره خميره الحلوى. نضيف الفرينه غير بالعقل حتى تنطم لنا العجينه، تكون عجينه طريه. هنا راهي انطمت معايا العجينه كما راكم تشوفوا، تجي طريه، عجينه صابلي عادي كما اللي موالف ديروها. ندخلوا هذيك العجينه في كيس بلاستيكي، ندخلها الثلاجه حوالي نصف ساعه، ونرجع نخدمها معاكم. هنا بعد مرور حوالي نصف ساعة العجينة تاعي ريحت في الثلاجة. نقسم العجينة تاعي على اثنين. هنا ما راحش ندير كامل الكمية، راح نخبي النص في الكونجيلاتور حتى نديرها كاش نهار، ونكمل معاكم النصف الثاني. نجيب هنا كيس بلاستيكي نحل عليه العجينة باش ما تغلبنيش، والكيس هذا راح يساعدكم بزاف كي تجو ترفدوا العجينة تاعكم باش ديروها في المول. نحل العجينة تاعي كامل بسمك نصف سنتيمتر. هنا راني حليت العجينه، ونجيب المول اللي كنت راح ندير فيه. انا هنا المول تاعي صغير كنت والعجينه اللي تزايد لي نضيفها في هذوك لي مول الصغار اللي كنت وريتهم لكم درك. نجي نقلب العجينه تاعي في المول. ما راحش ندهن المول باسكو العجينه تاعنا اصلا فيها زبده، ما راحش تلصق معانا. هنا راني درت العجينه في المول، نسقمها، ندخل كامل الاطراف، ونتخلص من الاطراف من العجينه الزائده على الاطراف، ونسقم العجينه كامل في المول تاعي، ونرجع لكم. هنا راني نحيت كامل الاطراف هذيك العجينه الزايده. هنا نجي ندرك على الاطراف باش تطلع عندنا العجينه. نجيب فرشيطه ونثقب كامل هذاك العجينه باش كي ندخلها للفرن ما تطلع ليش. هنا راني كملت العجينه اللي عندي، درتها في كامل ليمون، ندخلها الفرن على 170 درجه ولا 180 درجه، تتحمر لنا من التحت، ونشعل لها من الوقت ما تتحمر، ونعاود نخرجها. هنا هاي ليكم العجينه تاعي جات محمره الله الله، وتجي بزاف بنينه هذه العجينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. نمر مباشرة لطريقة الكريمة اللي راح نحشي بها. عندنا هنا في كاسرول راح ندير زوج كيسان عصير برتقال، عصير طبيعي. كانت عندي تشينا وعصرتها. نضيف لها زوج ملاعق كبار مايزينا، ماشي بومبي، زوج ملاعق نورمال. وعندي هنايا زوج ملاعق كبار سكر. هنا تشينا تاعي حلوة على بها درت زوج مغارف برك، وانتي اذا كانت تشينا تاعك قارصة زيدي لها اكثر. هنا نديرها فوق النار تثقل لي، ونبقى مع التحريك المستمر، ونعاود نرجع لكم. هنا راني نحيتها من فوق النار، الكريمه تاعي ثقالت كما راكم تشوفوا. تجي بزاف بنينه هذه الكريمه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نجي نضيف عليها ملعقه كبيره زبده، ندخل هذيك الزبده كامل في الكريمه حتى تذوب، ونجي نحطها في مول التغسوله تاعي اللي كنت طيبته من قبل. هنا راني نضيف الكريمه،
نسوي لها الوجه تاعها مليح، وندخلها للثلاجة تبرد حوالي 20 دقيقة ونعاود نرجع ليكم. هنا راني جيت نوريلكم هذوك 3 حبات اللي كنت درتهم من قبل، راني عمرتهم تاني بالكريمة. تحبوا ديروها في لي مول صغار ولا مول كبير. هنا بعد مرور حوالي 20 دقيقة بردت لي الكريمة تاعي. كنت طلعت هنايا نصف كاس شونتيي مع نصف كاس حليب، طلعتهم مليح بالباتر، نجي نزين بيهم لي تارتولات تاوعي. والتزيين اختياري اكيد. هنا راني كملت التزيين كامل. زينتها بشوية قطع من البرتقال، والتزيين اختياري اكيد، وكل واحد وطريقته. انا مديت لكم فكرة وكل وحدة وطريقتها، على بالي بكم مبدعات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة البنات، واذا جربتوها وعجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وتشاركوا الوصفة مع صحاباتكم وحباباتكم. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب عائلتكم.